أعتقد أنه لا مجال للمناكفة السياسية بين القوى الكبرى وتعطيل مهمة مجلس الأمن عندما يتعلق الأمر بحماية المدنيين. لقد حان الوقت لكي يعمل أعضاء مجلس الأمن كفريق واحد ويتحدثوا بصوت واحد لوقف الفظائع التي تجري في سوريا وتمكين الشعب السوري من تحقيق طموحاته في الحرية والديمقراطية والعدالة. ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا باتخاذ خطوات فعالة ضد نظام الأسد، تبدأ بحرمانه من بث دعاياته وأكاذيبه من خلال تعليق عضويته في المنظمات الدولية، وطرد سفرائه وقناصله من جميع أنحاء العالم، وتوفير عدد كاف من المراقبين الدوليين في المدن السورية، وإحالة التحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية. من الواضح أن النظام السوري يرفض الحل السلمي وأجهض خطة كوفي عنان، ويعتقد أن بإمكانه إجهاض انتفاضة الشعب السوري. وفي حالة استمراره في قصف المدنيين بالأسلحة الثقيلة لا مناص من تقديم السلاح للشعب السوري للدفاع عن نفسه وتحقيق طموحاته. على مجلس الأمن أن يعمل شيئا وأن يعمله الآن. شكرا. فاللغو والعبث والنرجسية والإفراط في استخدام لغة متمردة على مضمون الميثاق والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يشير إلى وجود حالة من الهستيريا السياسية والقانونية لدى ممثل ليبيا. واليوم أنا أضعه في مصاف مضمون ما يقوله المندوب الإسرائيلي، لأن ممثل ليبيا بهرطقته السياسية التي استمعنا إليها لا يخدم إلا إسرائيل. أنصح ممثل ليبيا بالسهر على حماية ما تبقى من مدنيين ليبيين ومحاولة استخدام بلاغته السياسية لاستعادة سيادة بلاده واستقلالها واستقرارها، وكذلك استعادة مئات المليارات من الدولارات التي نهبت من الشعب الليبي من قبل نفس القوى التي غزت ليبيا بعد تلاعبها بالقرارين 1970 و 1973. إذا كانت لدى ممثل ليبيا مشكلة حقد شخصي تجاه بلاده وشعب بلاده، فليحتفظ بهذا الحقد لنفسه بدلا من إسقاط تجربة خيانته للأمانة الموكلة إليه على ما يجري في سوريا. أيها السادة، لم أكن أريد أن أتحدث عن هذا التفصيل، ولكنني سأقوله وأختتم به مداخلتي. هناك إرهابيون من مجموعات سلفية وتكفيرية تمولها قطر والسعودية تتدرب في الزنتان في ليبيا في معسكر خاص تديره أجهزة استخبارات القوى التي غزت ليبيا ودمرتها وقتلت وشردت مدنييها الأبرياء. هذا المعسكر في الزنتان يضم عصابات مسلحة يتم تدريبها لإرسالها إلى سوريا، وقد وصل الكثير منهم وبعضهم قتل على أيدي الأجهزة الأمنية في سوريا، والبعض الآخر أسر. وبالتالي حري بممثل ليبيا أن يلزم الصمت وأن يكف عن التحدث وكأن بلاده فعلا
تحظى بحماية للمدنيين لا تقارنها أي حماية أخرى في أي دولة من دول العالم. أما المندوب الإسرائيلي فيكفي أن أقول أنه قد شغل أكثر من 50% من أجندة هذه المنظمة الدولية منذ إنشائها، وأن احتلال بلاده للأراضي العربية المحتلة وإساءته للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحملات الاستيطان التي تقوم بها بلاده، كل ذلك قد تسبب في 60 فيتو استخدمتها بعض القوى في هذا المجلس حماية للشذوذ الإسرائيلي عن قواعد القانون الدولي. هنا يستوي ما قاله الإسرائيلي بما قاله الليبي أيها السادة. شكرا.